السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي أتكلم على الناس اللي بتتمنى الموت، إن ده حرام. ناس بتتخنق من حياتها ومن ظروفها ومن مشاكلها وبتتمنى الموت وتقولك إمتى أموت وارتاح. طب أنت متأكد إن أنت لو مت هترتاح؟ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال لنا القبر يا إما روضة من رياض الجنة يا حفرة من حفر النار. طب أنت متأكد إن أنت أما تنزل قبرك هترتاح؟ هيكون قبرك روضة من الجنة؟ طب انت عملت اليوم ده؟ الإنسان اللي بيصلي وعمله صالح مش بيصلي بس، في ناس ياما ما ناس بتصلي بس عملها وحش، بتظلم، بتفتري، بتكذب، ب... بتأذي الناس، بتغتاب. الغيبة والنميمة بتاكل في الحسنات زي النار ما بتاكل في الحطب، ويجي يوم القيامة ما يلاقيش ولا حسنة. فلازم مع الصلاة والزكاة وكل الفروض اللي بنعملها، وأهم حاجة كمان إن أنت تصل الرحم وتكون بر بأمك وأبوك، دي أهم حاجة. يبقى أنت كده صح، لو مت هترتاح، بس برضو حرام تتمنى الموت، لأن روحك دي مش بإيدك، دي بإيد ربنا سبحانه وتعالى وملكه، مش ملكك أنت. فأنت حرام تتمنى الموت. إذا ضاقت بيك الحياة قوي فأنت بتقول اللهم إن كنت تعلم أن الموت خيرا لي فأمتني. ده الدعاء اللي يتقال، انما مش تقول يا رب خدني وريحني، يا ريت اموت وارتاح. والله الموت مراحة الا للمتقي اللي واثق من حاله. صلي على الحبيب والشفيع المصطفى صلى الله عليه وسلم.